بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا الفيديو قررنا نشرح أهم درس في سنة الرابعة متوسط. هذا الدرس اللي يفهمه يضمن 3 نقاط في شهادة التعليم المتوسط، وإذا واحد ما يفهموش معناتها 3 نقاط ضاعوا، لأن هذا الدرس ما كانش بيام ملي بدات الناس تعقب ما جاش هذا الدرس. أولا قبل ما ندخل في درس النشر لازمنا نعرفوا احنا كي نضربوا الاعداد النسبيه اللي هي اعداد لصق فيها اشاره يا سالبه يا موجبه، لازم نكونوا نعرفوا احنا نضربوا الاعداد هذه، سينو ما تقدرش انت تدخل في درس النشر. لازم تكون عندك لا باز هي انك تكون تعرف تضرب الاعداد اللي لصق فيها السالب او الموجب، نعيطوا لها احنا اسمها اعداد نسبيه. وش تقول القاعده؟ اذا ضربنا اعداد نسبيه عندها نفس الإشارة معناتها عدد سالب وعدد سالب ضربناهم في بعضهم يخرج عدد موجب مهما كانت إشارته. معناتها كي نضرب عدد موجب في عدد موجب يعطيني عدد موجب، وكي نضرب عدد سالب في عدد سالب يعطيني عدد موجب أيضا. في حالة ما إذا ضربنا عددين مختلفين في الإشارة هنا النتيجة راح تخرج سالبة. متفاهمين؟ الاعداد اللي عندها نفس الاشاره كي نضربها في بعضها، لكن اذا كانوا سالبين او موجبين الامر ما يهمنيش، النتيجه راح تخرج موجبه. اما اذا ضربت عددين مختلفين في الاشاره تخرج النتيجه سالبه. نديو امثله. عندي العدد هذا وهذا ناقص 2 في ناقص 3، 2 في 3 6. العددين عندهم نفس الاشاره، اذا النتيجه تاعهم تخرج موجبه، ولو هما سالبين النتيجة تخرج موجبة. وعلاه؟ لأنه كي نضرب عددين عندهم نفس الإشارة النتيجة تكون موجبة. عندنا زائد 2 في زائد 3، 2 في 3 6. هنا كي يكون ما كاين والو معناتها كاين ضرب، وموجب في موجب موجب. سي بون، وقلنا احنا كي تكون نفس الإشارة النتيجة تخرج موجبة، كي تكون نفس الإشارة النتيجة تخرج موجبة. كي يكونوا مختلفين في الإشارة النتيجة واش تخرج سالبة. 4 في 3 12. نتمنى تكونوا فهمتوا الجزء هذا، لأنه جزء مهم وبلا بيه ما تقدروش تكملوا تحلوا النشر. من بعد ندخلوا في درس النشر. احنا النشر قريتوه في سنة ثالثة متوسط بطريقة أخرى اللي هي مازلتوا تحتاجوها في العام هذا، بصح أنا قررت أني نبدأ بالنشر اللي قريتوه في العام اللي راح تقراوه في العام هذا واللي لا باز عليه كاملة. النشر بالمتطابقات الشهيرة. ما هو النشر في سنة الرابعة متوسط؟ النشر هو عبارة عن قوانين اسمها متطابقات شهيرة، نحفظوهم ونطبقوهم. إذا حفظنا المتطابقات الشهيرة وكانت عندنا ديجا معرفة بالنشر اللي قريناه في سنة ثالثة متوسط، ما كاين حتى تمرين يعدي تاع نشر وما تحلوهوش. أي تمرين يجي تحلوه إذا كان حافظين القوانين في 3 هذوما اللي هم المتطابقات الشهيرة. عندنا المتطابقة الشهيرة الأولى، المتطابقة الشهيرة الثانية، والمتطابقة الشهيرة الثالثة. وطبعا أعطيت لكم أمثلة على كل متطابقة. كي يعطيني عدد زائد عدد محطوطين في قوسين مربع، وش تقول؟ أ زائد ب مربع. ركزوا لي، ما يكونش كاين مربع مش هالمتطابقة. سي بون. أ زائد ب مربع بين قوسين، هذه وش تعطيني؟ الأول مربع زائد 2 في أ في ب، 2 في أ في ب زائد ب مربع. تسمى في الجنب من هنا ومن هنا نحط هادوما مربعين، وفي النص ندير 2 في أ في ب. هنا أ ناقص ب الكل مربع تخرج لي أ مربع ناقص 2 أ ب زائد ب مربع. الأمر لا يحتاج الكثير من الفهم، لأنه أكثر منه حفظ. هو تحفظوا القانون عادي وتحطوه قدامكم وتطبقوا. راح نعطيكم أنا مثلا واحد حافظ القوانين هذوم كيف راح يطبقهم. نعطيكم مجموعة من الأمثلة. عندي المثال الأول هذا، عندي إكس زائد 1 الكل مربع. بما أنه عندي قوسين ومربع، هنا راني في المتطابقات الشهيرة، راح نشوف واش من المتطابقة. بما أنه عندي زائد هنا أني في المتطابقة هذه، كيفاه نطبقها؟ قال لك أ مربع تسمى الأول مربع، ها هو أ مربع تسمى هذا مربع، زائد 2 في أ في ب، 2 في إكس في 1 زائد
ب مربع، ها هو ب مربع، تسمى هذا مربع، واحد مربع. واش تخرج لك تساوي اكس مربع هو اكس مربع زائد 2 في اكس في واحد. نضرب الاعداد في بعضها ونلصق فيهم، شوفوا هذوما يتحسبوا مع بعضها. 2 في اكس في واحد، الاكس ليس عدد، 2 في واحد 2 ومعاهم الاكس اللي مضروب فيهم، زائد واحد مربع اللي هي نفسها واحد في واحد، واحد مربع هي واحد في واحد وتساوي واحد. متفاهمين؟ دركا هذا وهذا وهذا ما نقدروا نعملوا لهم والو، ما نقدروش نجمعوهم، ما نقدروش نطرحوهم. لماذا؟ لان العدد اللي فيه اكس مربع والعدد اللي فيه اكس والعدد اللي ما فيه لا اكس لا اكس مربع لا يتجمعوا لا يطرحوا. اني نركز، ما نجمعوهمش وما نطرحوهمش. متفاهمين؟ يعني معناتها كي تحطوا كيما هكا قدام بعضهم هنا، هذا هو الحل ديالي. نروح هنا، هذه متطابقة شهيرة رقم 2. ها هاي بما انه عندي الناقص هنا، عندي هاك مربع، فهي ا ناقص ب الكل مربع. واش ندير؟ يقول لك ا مربع، هذا مربع ناقص 2 ا ب زائد ب مربع اللي هو هذا. نطبق انا القانون، قال لي ا مربع، ها هو الا تاعي هنا 2 اكس مربع، ومن بعد قال لي ناقص 2 ا ب ناقص 2 في ا في ب. نطبق ناقص 2 في ا في ب، ومن بعد زائد ب مربع زائد البي مربع، ها هو البي، ها هو البي 3 مربع تساوي. هنا كي كان عندي اكس برك حطيت له مربع برك، اما اذا كان الاكس لاصق فيه عدد فاني لازم عليا نحطه بين قوسين. وعلاه؟ لانه مكون من عددين، من رقمين، هو اكس و2 في زوز. المربع هذه راح تتفرق هنا وتتفرق هنا، 2 مربع 4 اكس مربع هي اكس مربع متغيرش، ومن بعد ناقص 2 في 2 اكس، هادوما قلنا 2 ا ب يتحسبوا مع بعضها، 2 في 2 اكس في 3. نحط اكس وحده ونضرب الاعداد، 2 في 2 4 في 3 12 زائد 3 مربع. قلنا اي عدد مربع هو العدد في نفسه. 3 مربع هنا قلت لكم واحد مربع هو واحد في واحد، 3 مربع هي 3 في 3 وتساوي 9. هل نستطيع ان نحسبهم؟ لا، بما انه هذا لصق فيه اكس مربع وهذا لصق فيه اكس وهذا 9 ما فيه ولا لا اكس ولا اكس مربع، ما نقدر لا نجمعهم لا نطرحهم، نخليهم كما راه. ننتقل للمثال الثالث اللي هو 3 اكس ناقص 2 في 3 اكس زائد 2. اذا كان عندي نفس العدد هنا وهنا ونفس العدد هنا وهنا، معناتها هنا 2 هنا 3 اكس هنا 3 اكس، وما بيناتهم مرة ناقص ومرة زائد، هنا راح نكون في المتطابقة الشهيرة رقم 3 اللي هي هذه. واش تعطيني؟ تعطيني ا مربع ناقص ب مربع، تعطيني ا مربع ناقص ب مربع. ندير ا مربع 3 اكس مربع ا مربع ناقص ب مربع، تسمى هذه مربع ناقص هذه مربع. 3 اكس مربع نحطها بين قوسين لان الاكس لاصق فيه عدد جزء ارقام، ندير لهم 3 اكس وبين قوسين مربع به الزوز هذه تتنشر عليهم هاك في زوز، ناقص ب مربع اللي هو زوز 4 مربع زوز مربع عفوا. واش تعطيني؟ 3 اكس مربع، المربع يروح هنا وهنا، اي حاجه مربع قلنا هي في نفسها. بعد كي نقول لك 3 مربع هي 9، اكس مربع هي اكس مربع، قلنا 3 مربع هي 3 في 3 تسمى 9، ناقص زوز مربع اللي هي زوز في زوز اللي هي 4. هذه هي النتيجة. نتمنى تكونوا فهمتوا المتطابقات الشهيرة، باه نقدروا نكملوا الجزء المتبقي.